مساء الفل. اخباركم ايه؟ الخير فيما اختاره الله. الحمد لله طبعا على كل شيء. طبعا الزنفولي اعاره للاهلي لمده 6 شهور، طبعا بديل للشناوي في الانتقالات الشتويه، هيكون في القيد المحلي فقط. طبعا من اسبوع فات جاله احباط شديد ان هو ما عرفش يروح البنك الاهلي، وطبعا احباط شديد هو وابو جبل ان هم ما راحوش. واحد يعني ده ما راحش البنك الاهلي وابو جبل ما راحش النادي الاهلي. الزنفولي نفسه ما توقعش انه هيتم اختياره يكون في النادي الاهلي بديل للشناوي المصاب. طبعا الحمد لله على كل شيء. تعليق بسيط. طبعا كل الناس والجمهور على راسي من فوق، بس انا عندي تعليق بسيط. انا بخليكم تحسوا بكل حاجه بتحصل جوه النادي الاهلي، بخليكم تعيشوا الواقع. اللي حصل امبارح واول امبارح ان سيراميكا كليوباترا هي اللي فتحت العرض مره تانية للنادي الاهلي، وبدات تاني مفاوضات، لكن بشروط ان عايزه الكندوسي بيع نهائي، زائد احمد عبد القادر اعاره، زائد حمزه علاء او مصطفى مخلوف. ايه ده كله؟ زائد ان ناخد بسام. ايه ده كله؟ الكندوسي بيع النهائي عشان بسام؟ اكيد الاهلي هيرفض طبعا. الجمهور الاهلي مش هيوافق طبعا. ده مش كلام، يعني انا بعرفكم اللي حصل امبارح واول. اي نعم كولر كان شارط ان محمد بسام هو اللي يكون موجود، الموضوع ده لا خلاف عليه. كولر هو اللي كان عايز بسام، لكن الاهلي بدأ في المفاوضات. سيراميكا اصطادت في المايه العكره بشروط تعجيزيه. الحاج محمد ابو العينين هو ملهوش يد على فكره. كابتن ايمن الرمادي هو اللي كان عايز ده. الحاج محمد ابو العينين قال للكابتن محمود الخطيب خدوا لعيب السيراميكا كليوباترا، لكن بموافقه الكابتن. هم مش عفوا مش هيمشوا كابتن ايمن الرمادي عشان حارس مرمى على فكره. ده كان كلام الحاج محمد ابو العينين للكابتن محمود الخطيب. الموضوع ما فيه ان كولر كان عايز بسام، لكن المفاوضات تعثرت بسبب ان سيراميكا عايز الكندوسي بيع نهائي، زائد احمد عبد القادر اعاره، زائد مصطفى مخلوف او حمزه علاء. ايه ده كله؟ ايه ده كله عشان محمد بسام؟ والله انا شايف ان لعيبه الاهلي الشباب احسن من محمد بسام، وجهه نظري الشخصيه. حمزه علاء احسن من محمد بسام، وجهه نظري الشخصيه. انت لو ما اديتش فرصه للناس دي هتديها امتى؟ والشناوي احتمال 90% يمشي في الصيف، هتدي الفرصه دي امتى؟ انا عايز افهم. مع الاحترام الكامل لكل جمهور النادي الاهلي وانا منهم، عشان الناس على البيج عندي بتتكلم وكلهم على فكره انا مع النقد السلبي جدا، انا معاه. يعني انا معاهم كلهم وبرد على كل كومنت، بس الناس تفهمني. امبارح حصلت مفاوضات واول امبارح حصلت مفاوضات، بس مفاوضات تعجيزيه للنادي الاهلي. دي الكواليس اللي حصلت من 48 ساعه فاتت. ده اللي عندي دلوقتي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.